السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. النهاردة هنقول هينفع نسيح الزبدة الجاموسي مع الزبدة البقري؟ طبعا ينفع. وما ينفعش ليه؟ الاتنين مصدر حيواني، والاتنين بيعملوا ميكس مع بعض بيدوا طعم جميل، وهنشوف مع بعض في الفيديو هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعانا كورتين زبدة، واحدة جاموسي اللي هي البيضة، وواحدة بقري اللي هي الصفرة. هنفكهم كده من الكيس وهنحطهم مع بعض في حلة واحدة، هنسيحهم مع بعض في حلة واحدة. تمام كده. دلوقتي هنرفعهم على النار وهنخلي النار متوسطة في الأول. تمام كده. وهندوق الزبدة، هتحتاج ملح، هنضيف لها ملح. طبعا الكمية مش كبيرة فمش هنحط ملح كتير. لقيتها ناقصة ملح شوية هضيف لها شوية ملح صغيرين عشان المرطة بتاعتها كمان ما تبقاش ملحة قوي. تمام. هنسيبهم على نار متوسطة لغاية ما يفكوا خالص ويسيحوا. تمام. هنحاول كده نسرع التسييح شوية. وطبعا الزبدة البلدي مفيدة جدا سواء بقري او جاموسي. انا طبعا بفضل الزبدة الجاموسي اللي هي البيضة اكتر من البقري، بتبقى فيها يعني دسمتها حلوة وكده. والبقري بتبقى اخف شوية، بتنفع في المعجنات وتنفع في المخبوزات وكده. اهم حاجة ان انت تجيبي الزبدة بتاعتك من مكان موثوق فيه، والافضل ان اللبن بتاع اللي انت بتشتري منه يكون اللبن بتاعه كامل الدسم. من هنا بتقدري تعرفي ان الزبدة بتاعته بتكون حلوة وجميلة. تمام كده. وبتسيح طبعا من بداية شهر 12 الزبدة بتبقى حلوة في الشتاء يعني. وطبعا يناير بقى وطوبة بتبقى الزبدة فيه روعة 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 روعة، وهي دي اللي بتسيحها من السنة للسنة. انا طبعا كنت جايبة عندي الكورتين دول في الفريزر وقلت ليه ما سيحهمش مع بعض. اهي تمام ساحت معانا خالص اهي، والسمنة بانت والمرتة رقدت تحت. عشان كل ما نيجي نقلب في الاول كده نجيب التقليبة من تحت عشان المرتة ما ترقدش بدري تحت. تمام. ونخلي بالنا من النار خالص. الاول بتكون متوسطة، ولما بتسيح بنوطي عليها. دلوقتي هنجيب البرطمانات بتاعتنا، وطبعا عقمتهم على البوتاجاز، وهضيف لهم المرة دي حبهان. انا كل مرة بضيف قرنفل كمادة حافظة، المرة دي هضيف حبهان. سواء حبهان او قرنفل الاتنين مادة حافظة. هنجيب مصفى حلوة كده وليها بوز من تحت كده وهنصفي الزبدة واحنا بنحطها، اللي هو السمنة بقى اللي سيحنا الزبدة بقت سمنة. هنعبيها في البرطمانات ونحط المصفى علشان تبقى صافية خالص وبيور وتبقى جميلة. هنعبي برطمان مع بعض اهو. هي خدت حوالي 4 برطمانات من الحجم ده وفي برطمان صغير هكمل هذا يعني بقيت السمنة كلها هحطها فيه. تمام كده. ما شاء الله ما شاء الله متسيحة تمام ومظبوطة ما شاء الله ما شاء الله. والمرتة بتاعتها ما اتحرقتش. اهم حاجة تخلي بالك المرتة ما ترقدش بدري تحت، ولو تبقي رايحة جاية عليها تقلبيها كده وتجيبيها من تحت اهو. هنبتدي نخلص اهو تعبية البرطمانات، وطبعا لازم تكون بردت.
يعني تبقى باردة عشان لما نحطها في البرطمانات الازاز تبقى ايه، باردة ما تتجمدش، باردة يعني باردة وسايحة. احنا طفينا عليها البوتاجاز وسبناها تبرد شوية اهي، خلاص لغاية اخرها. المرتة بتاعتنا اهي، اهو البرطمان ده برضو خلاص كده بالمصفى الجميلة بتاعتنا دي. لازم المصفى، لازم حركة المصفى دي. هنعبي بقى برطمان صغير كده بلاستيك او اي حاجة عندك، هنعبي فيه المرتة بتاعتنا. طبعا المرتة دي 2 كيلو زبدة، المرتة بتاعتها ما تكونش كتير، وبتعرفي ان الزبدة حلوة لما المرتة ما تكونش كتير. تمام. طبعا بتتعمل سندوتشات وطعمها بيبقى جميل. اهي شايفين السمنة جميلة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، وعملت كمية حلوة ما شاء الله. طبعا الزبدة غالية دلوقتي وبنحاول نجيب بقدر الامكان ونحافظ عليها ونستخدم معاها حاجات تانية عشان ايه نحافظ على. شايفين المرتة جميلة ازاي، فاتحة ومرملة، ولا اتحرقت ولا اي حاجة معانا، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا. وان شاء الله ان شاء الله ينفع نسيح الزبدة البقري مع الجاموسي بحلة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.